هقول لكم كمان على التريكات اللي انا بعملها وانا بشتري حمام الكريم بتاعي. كمان هنتكلم على كذا نوع من انواع حمام الكريم اللي انا جبتهم وجربتهم، وايه احسن حاجه، وليه انا بطلت اشتري حمامات كريم غاليه. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو النهارده. تابعوا الفيديو، واهم حاجه انكم تجيبوا حاجه تشربوها علشان تستمتعوا وانتوا بتستفادوا من المعلومات اللي بتاخدوها من الفيديو. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك وتبعتي الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا هم كمان. ويلا بينا على الفيديو. وهاي يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد وما تاخرتش عليكم المره دي اهو، الحمد لله. انا بس عايزاكم ان انتوا تشجعوني اكتر شويه في الكومنت، علشان بجد انا بقيت بحس ان انا بقيت بقوم وبصور علشان تشجيعكم ليا في الكومنت. كل ما تشجعوني اكتر كل ما هتلاقوا فيديوز اسرع واحلى ان شاء الله. في فيديو النهارده زي ما اتكلمت معاكم في الفيديو اللي قبل ده بتاع حمام الزيت، ان انا قلت لكم ان انا بعمل في فروه راسي حمام زيت، واتكلمنا عنه برضو الفيديو اللي فات. في الاي اللي هنا او هنا هيظهر لكم يعني. كمان اتكلمنا على حمام الكريم، وقلت لكم ان انا مش بحط حمام الكريم المعلب يعني سواء ده او اي نوع تاني على شعري او على اطراف شعري على طول. بعزز الترطيب بتاعه بخلطه انا بعملها، وفعلا الخلطه دي تحفه. لاحظت فيها فرق في تقصيف شعري، ما بقاش بيتقصف تماما الحمد لله. كمان بعد الشاور، مش عايزه اقول لكم ان انتوا بتلاقوا شعركم فتره طويله جدا مترطب، يمكن 4 أو 5 ايام شعركم مترطب من حمام الكريم ده. ولكن خلينا نكون يعني عادلين شويه، علشان في بعض الناس ممكن يكون شعرها مختلف عن نوع شعري. بس اقل حاجه هتلاقي شعرك مترطب لمده 3 ايام، مش هتحتاجي تحطي عليه اي حاجه. قبل ما اتكلم على حمام الكريم او الخلطه اللي انا بعملها، انا هجيب بعض حمامات الكريم كده اللي عندي اللي انا استخدمتها. طبعا في كتير قوي انا استخدمته ورميته، بس للاسف يعني ما كانش في دماغي خالص ان انا احوش العلبه. طبعا دي علب فاضيه، بس ما كانش في دماغي خالص ان انا احوش العلب عشان ان انا اطلع اكلمكم عنها. لكن هكلمكم على اللي اقدر عليه دلوقتي. كمان اللي مش موجود هحط لكم صورته، واللي نسيته بقى ان شاء الله نبقى نطلع نتكلم عنه في فيديو. اول حاجه هكلمكم عنها هو حمام الكريم بتاع افريكانا. حلو جدا، ما فيهوش بروتين للبنات اللي هي شعرها فيه فرط بروتين. المشكله ان هو حجمه صغير جدا، حجمه 225 مللي، وانا حد شعره طويل وللاسف الكميه مش بتكفي خالص. يعني هو سعره برضو تقريبا 150 جنيه، فحسيت ان هو كميته صغيره على سعره، على ان انا شعري طويل ممكن الكميه دي تكفي 4 مرات يعني تقعد معاكوا شهر. حسيت ان احنا بنستخدم شامبو وبلسم حمام كريم وسيرم وساعات واقي حراره لو هنستخدم هيت. يعني حسيت ان انا عايزه حاجه توفر لي بصراحه هو حلو جدا، بيرطب يعني الترطيب العادي، ما حسيتش منه حاجه خارقه. بس لو حد مناسب معاه والميزانيه مفتوحه يجيبه طبعا. نتكلم كمان على الو ايفا، ده حلو قوي يعني على سعره وعلى الكميه بتاعته. هي الكميه بتاعته برضو صغيره مش كبيره قوي. المهم ان هو ترطيبه لذيذ، برضو سعره تقريبا 80 جنيه او اكتر. المهم ان هو برضو في المعقول. حسيتش مثلا ان شعري مترطب وناعم وسايح والكلام ده كله، لا، حسيت ان هو عادي يعني. بصراحه فاتيكا، انا مش عارفه احنا ليه كلنا بعدنا عن شركه فاتيكا دي. هي في حاجات حلوه قوي يعني. حمام الكريم ده ما كانش غالي، كان تقريبا برضو سعره 80 جنيه، بس حجمه كبير وفي نفس الوقت بجد بيرطب حلو. ده تحديدا اللي انا جربته هو بالحبه السوداء. انا بصراحه مش عارفه هو ده بس اللي حلو ولا كل اللاين بتاع فاتيكا بتاع حمام الكريم حلو. انا بصراحه مش عارفه. انا ان شاء الله هجرب وهقول لكم. في كمان من ايفا اللي هو بالارجان، هحط لكم صورته هنا. هو ده حلو جدا جدا جدا، ما فيهوش بروتين. للناس اللي عندها فرط بروتين في شعرها هاتوه بالارجان، هيعجبكم قوي. ده تقريبا اكتر حمام كريم انا استخدمته وعجبني. ولكن انا مش عارفه ليه الشركه بطلت تنزله. مش عارفه بقى هل هيجددوه مثلا ولا هيلغوه خالص. تقريبا انا كل حاجه بتعجبني يعني وبيكون عليها اقبال كتير فبتتسحب، ولا الشركه نفسها بطلت تنزله، انا مش عارفه. طيب نيجي لده. انا ما جربتش من مينك دول، بس انا تقريبا دي العلبه الخامسه مثلا. ليه بجيب مينك؟ علشان سعره رخيص. طب هتقولي لي ليه بتجيبي حمام كريم سعره رخيص وانتي صارفه ومكلفه ما شاء الله؟ علشان كل حمامات الكريم بالنسبه لي واحد، بسبب الخلطه اللي انا بعملها دي. ان انا بستخدم حمام الكريم بس كنوع من انواع ترطيب زياده، لكن العلبه دي مش بعتمد عليها لوحدي ان انا اخد منها كميه واحطها على شعري وعلى اطراف شعري واستنى الترطيب. لا، انا باخد كميه بس اللي بيحصل ايه، استنوا بقى نفضي المكان. اللي بيحصل ان انا بعمل حمام كريم بطريقتي انا، او بعمل حمام كريم خاص بيا انا. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت كلها على انواع الشعر اللي فيه فرط بروتين واللي ما فيهوش فرط بروتين، وازاي تعالجي الموضوع ده. وكمان اتكلمنا على حمامات الزيوت وعلى حاجات كتيره جدا. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوز بتاعتي وتاخدوا كده لفه في القناه حلوه. مهم ان انا بعمل حمام الكريم بتاعي بنفسي. ازاي
وليه أصلًا بتستخدمي حمام كريم. أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة في أي نوع حمام كريم، المهم إن هو يكون مناسب لشعرِك. لو أنتِ عندِك فرط بروتين يُفضّل إن أنتِ تستخدمي منتج ما يكونش فيه بروتين. بصراحة مينك الموف ده تحفة ما فيهوش أي بروتين، هو سعره تقريبًا 60 جنيه، 68 جنيه، وكمان حجمه كبير. فهو خلاص، فأنا هاوريكم أنا باعمل إيه على فاتي. بُصّوا الخطوات بتاعتنا بتبقى عبارة عن حمام كريم، أي نوع حمام كريم عندِك، زيت جوز هند. وزيت جوز الهند إحنا قُلنا قبل كده إن هو ما ينفعش للشعر اللي فيه فرط بروتين، فأنتِ لو شعرِك فيه فرط بروتين ما تستخدميش ده. زيت زيتون وجليسرين، لازم يكون جليسرين خام ويكون طبيعي، ما يكونش جليسرين مثلًا مخلوط بأي حاجة، وكمان بنسينول. بُصّوا في الخلطة بتاعتي أنا هاستخدم فاتيكا ده، بس أنتم زي ما قُلت لكم تقدروا تستخدموا أي نوع حمام كريم، جاي بقى على نوع شعركم. فأنا هاستخدم كمية، أنا أصلًا مش هاعمل حمام كريم ولا حاجة، بس أنا هاجازف بالكمية عشان أوريكم مش مشكلة، علشان خاطركم. أتمنى بجد ألاقي دعم في الكومنتس تحت، وألاقي لايكات بقى وشير وحاجات زي كده. كمية حمام الكريم المناسبة على طول شعرنا. تنويه هام كبير جدًا كده. الخلطة بتاعة حمام الكريم دي ما بتجيش على فروة راسنا، دي للأطراف بس، من أول نص شعرِك ونازل، يعني شعرِك من تحت، شعرِك من فوق، الجذور وفروة راسِك ما تقربيش عليها حمام الكريم تمامًا. هتعملي إيه في فروة راسِك؟ هتعملي حمام زيت اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. هاخد معلقة صغيرة من كل حاجة من دول. من زيت جوز الهند خدت معلقة. قعدت شوية أفكر إن أنا بعد ما هاعمل كل ده وهاستخدم كل الزيوت دي هارميها للأسف. أستحمى دلوقتي والّا أعمل إيه؟ مش مهم، فداكم. هناخد كمان معلقة صغيرة من زيت الزيتون. كمان هناخد من الجليسرين، ده مكتوب عليه إن هو نقي 100%. هناخد معلقة برضو صغيرة من الجليسرين. بصوا أحيانا بضيف على الخلطة دي عسل، بس أنا حاليا مش عندي، فعادي، بس انتوا لو عندكم ضيفوا. طبعا اللي هيسألني وهيقولي بنسينول هنحطه على شعرنا. يا جماعة البنسينول ده تحفة كترطيب لأي حاجة، جسمك، شعرك، كعب رجليكي. استخدم منه كمية صغيرة مثلا، الكمية دي كفاية جدا، كفاية جدا جدا، أيا كان طول شعرك احنا محتاجين كمية صغيرة جدا. عايزة اقول لكم كمان ان البنسينول في بعض حمامات الكريم بتبقى بتحتوي على البنسينول كنوع من انواع الترطيب. يعني زي ما قلت لكم لو انتوا عندكم كمان عسل ضيفوا، هيعزز الترطيب جدا. هي دي خلطة حمام الكريم بتاعي. بتقعدوا تقلبوا لغاية ما كل حاجة تمتزج مع بعضيها كده. انا بعد ما اقلب هو ده بقى شكله، كل المكونات امتزجت مع بعضيها، وطبعا الزيت اختفى تماما جوه الكريم نفسه. وطبعا حمام الكريم بتسيبوه مع حمام الزيت لمدة ساعتين، حمام الزيت على الفروة تاني بنبه، وحمام الكريم على الأطراف يعني من نص شعرك لتحت. هتستخدميه ازاي بقى حمام الكريم؟ لازم ان انتي تندي شعرك، يعني ببخاخة بقى، هتنديه بايدك ايا كان، المهم ان شعرك يكون متندي علشان يستقبل حمام الكريم كويس. مندي مش مبلول، يعني احنا مش عايزينه يسقط ميه. وبعدين هتبدأي ان انتي تلبسي بونيه مشمع او مثلا كيسة لو ما عندكيش البونيه المشمع، وبعدين تلفي فوقيهم طرحة. انا في اليوم ده اللي بعمل فيه حمام زيت وحمام كريم بأجل كل الحاجات اللي فيها ترويق في الدنيا لليوم ده، فببدأ ان انا اروق، اعمل حاجات في البيت، وفي نفس الوقت فروة راسي بتسخن، فبالتالي بتمتص الزيت وبتتفاعل مع حمام الكريم اللي انا بحطه، فباخد بصراحة نتيجة تحفة. منها ان انا بكون خلصت اللي ورايا، ومنها ان انا كده كده هاخد شاور في اخر اليوم. بعد ما باخد الشاور بتاعي كده بحس ان انا كلين جيرل في نفسي، والمكان حواليا نظيف، وانا ظبطت شعري وعملت حمام كريم وعملت حمام زيت وخدت الشاور المظبوط. عايزه اقول لكم بجد ان انتوا هتلاقوا مزاجكم بيبقى حلو جدا بعد اللي انتوا عملتوه ده كله. عارفه ان انتوا في الاول هتستصعبوا الموضوع، لكن اول ما هتبداوا هتلاقوا ان انتوا حابين الموضوع. فاهم حاجه ان احنا نهتم بنفسنا، علشان الاهتمام ده بينعكس علينا. ما نهتمش بنفسنا عشان حد، احنا بنهتم بنفسنا عشان نفسنا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انتوا كمان تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، وتكتبوا تحت في الكومنتس ايه رايكم، وتكتبوا لي كمان لو انتوا بتضيفوا في حمام الكريم بتاعكم حاجه زي كده ولا لا. Thank you for watching. Bye.